السلام عليكم خوتي المغاربه. بالنسبه لهاد الفيديوهات اللي كنشوفوا كيتلاحوا هاد الايام في المحطه الاوليزيان، خوتي المغاربه عقلتوا على هادي ياك؟ كاين اللي غادي يعرفوا وكاين اللي ما غاديش يعرف، واللي ما عرفاش غادي نخلي لكم اول فيديو ديالها في اول تعليق. المهم خليكم مع هذا الفيديو، سمعوا مزيان الميساج اللي بغات توصل لكم. انا الميساج اللي غنوصلكم هما الناس ديال السنغال بعدا ميمكنش يجيو من السنغال المغرب باش يجيو يطلبوا ولا يجيو يجريسوا عباد الله ولا يجيو يجريسوا خوتهم مغاربه. بالنسبه لكم الناس اللي كاينين في ولاد زيان ما معروفينش باللي سنغاليين، الا مشيتوا وشتوا وراقهم ما غتلقاوش سنغاليين. الميساج اللي غنوصلكم واللي كيبقى فيه الحال الثاني، يعني كنشوف خوتي مغاربه كيقولوا هذوك الافارقه. خوتي مغاربه راه كلنا افارقه، ولكن الله يحسن العوان. راه كل واحد راه ما عرفتش نقول لكم، راه نتوما بعدا كتاكلوا الخبز، وراه كاين شي وحدين كيشربوا الماء النار وكيقولوا الحمد لله، كيشكروا الحمد لله. ولكن ماشي غنشوفوا الناس ناعسين برا ولا الناس ناسين على تحت الشراجم وكنخويولوا الماء كندير بزاف حوايج. راه الحشومه حشومه، راه كلنا فحال فحال، ما كاينش الفرق. هي بصراحه الاغلبيه ديال السنغاليين اللي كيدخلوا للمغرب كيخدموا على راسهم، وبعض الافارقه اللي منهم هذوك اللي معمرين كازا وبالضبط في محطه ولاد زيان فيهم المشاكل بزاف. ولاد السي من تما غير باش تشم الريحه ديال الاكسجين غادي تشم شي روايح راه بزاف ديال الافارقه عندنا هنا في سلا، ولكن اغلبيه فيهم ظريفين وما فيهمش المشاكل، وكتلقاهم خدامين على راسهم. واللي تلف كاع وما لقاش خدمه كيهز خنشه وشطابه وكيدوز ينقي الزناق، وهكا كيطلع نهارو كيلقى على الاقل باش ياكل. اما دوك الافارقه اللي في كازو بالضبط في المحطه ديال ولاد زيان فاتوا حدودهم وخرجوا عن السيطره. الله يهديهم يا رب ويدير شي تاويل ديال الخير. المهم الحباب، كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتقاشعوا في فيديو جديد. تهلاو.